مني من قناة اور كروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل الوردة الجميلة ديت، وهي تنفع ان احنا نزين بيها اعمال الكروشيه، شنط او سجاد او مفارش او اي حاجة زي كده. انا استعملت خيط مكرمية فرنساوي، واستعملته على فتلتين مع ابرة 3.5 ألمونيوم، وطبعا هنستعمل ابرة التنظيف والمقص. يلا نبدأ، وهي سهلة خالص واي حد مبتدئ هيقدر يعملها. باننا نعمل دايرة سحرية اهي، هنرتفع سلسلة ونعمل جوه الدايرة السحرية 8 غرز حشو. 2 3 4 5 6 7 8، وهنقفل في راس اول غرزة حشو عملناها في الدور اهو، بس نضيق شوية المركز بتاع نضيق المركز بتاع الدايرة اهو، وبعدين نرتفع سلسلة وفي نفس المكان اللي احنا دخلنا وعملنا فيه غرزة الحشو غرزة المنزلقة، هندخل ونعمل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها هنعمل فيها غرزتين، وهنعمل الدور كله كده غرزة فردي وغرزة تزايد. احنا كنا بدأنا ب8 غرز، يبقى معنى كده ان الدور التاني هيبقى 12 غرزة. هخلصها وهرجع لكم. انا خلصت خلاص الدور اهوت، وعملت 10 عملت 12 حشو. اتأكدوا برضو من العدد تمام. المفروض ان انا هعمل غرزة منزلقة دلوقتي، بس انا هركن اللون دوت وهاخد اللون الجديد وهطلع بيه المنزلقة تمام، وهرتفع 5 سلاسل 4 5. بس قبل ما اكمل اربط بس ايه الخيط الطويل دوت لونه بني. سيبوكم من الصغير ده اللي هو كان في منتصف الدايره، ده هندريه ما بين الغرز. بس الاول بس عشان نأمن الخيط بتاعنا، الخيط الطويل اللي لونه بيج مع الاوف وايت القصير اللي هو بداية الخيط، هنقعد عقدتين كده اهوت علشان نأمن الخيط، وبعد كده هنداري كله في ورا من ورا. بس الخيط البني خلص. دلوقتي احنا زي ما قلنا عاملين 12 غرزة، وهنعمل البتلات بتاعة الوردة. كل بتلة هتتبني على غرزتين، يعني هيبقى عندنا 6 بتلات تمام. ارتفعنا 5 سلاسل، هنلف 4 لفات على الإبرة، وندخل في نفس المكان اللي دخلنا فيه ونطلع، ونبتدي نخرج من 2 في 2 في 2 في 2 وهكذا ماشي. 1 2 3 4، وندخل في نفس المكان ونعمل الغرزة بتاعتنا. نطلع من كل لفتين، نسحب الخيط ونطلع من لفتين تمام. برضو نعمل نفس الغرزة 4 لفات، وندخل بس ندخل في اللفة اللي بعد كده، قصدي الغرزة اللي بعد كده. احنا قلنا ان كل بتلة هتتبني على غرزتين جنب بعض اهي. برضو هنعمل نفس الكلام 1 2 3 4 5، يعني بنطلع ايه من الحكايه دي. زي ما عملنا هنا 2 هنعمل هنا برضو 2 4 لفات على الابره، وبعدين نقعد نطلع نسحب الخيط ونطلع من 2 2 2 2 تمام. احنا بدينا هنا اهوت ب5 سلاسل، هنقفل برضو ب5 سلاسل، وندخل بغرزة منزلقة في نفس اللي هي ايه الغرزة التانية. ادي دي كده اهو تعتبر بتلة.
هننتقل للغرزة اللي بعدها بغرزة منزلقة، ماشي. ونفس اللي عملناه هنا هنعمله في كل الغرز دي برضو، نرتفع 5 3 4 5، تمام. وادي غرزتين اهو، واحدة هنعمل فيها 2 من الغرزة اللي انا هعملها دلوقتي اهو، 4 لفات على الابرة وندخل ونطلع من 2 2 لغاية لما نخلص المجموعة اللي على الابرة. نرجع نعمل واحدة تانية في نفس المكان، ونرجع نعمل 2 في اللي بعدها، ونقفل بمنزلقة بعد ما نعمل 5 سلاسل، وننتقل للغرزتين اللي بعد كده هو بغرزة منزلقة. هخلص اللفة كلها وهرجع لكم. انا خلصت خلاص البتلة الاخيرة وقفلتها ب5 سلاسل وبعدين غرزة منزلقة في نفس المكان. هدخل بقى في الغرزة اللي احنا كنا دخلناها في البداية خالص، اللي هي اول واحدة في الدور، وهعمل منزلقة وبعدين غرزة تثبيت، وصل الخيط. وادي طبعا الخيوط دي هتتنضف وادي شكلها. اتمنى انها تكون سهله عليكم، واللي عجبه الفيديو يا ريت ما ينساش يضغط لايك، واللي مش مشترك يا ريت يشترك في القناه، وشكرا.